اسوريو مدرب نادي الزمالك ليه كامل التقدير والاحترام انه لسه موجود في نادي الزمالك لحد دلوقتي رغم كل المشاكل اللي نادي الزمالك فيها، واللي الراجل زي ما بنقول كده بالبلدي لا ليه فيها لا ناقه ولا جمل. اديني بعيد كلامي عن الراجل تاني وان بقدره وبحترمه انه لسه موجود في نادي الزمالك، لكن انا اعتراضي عليه في شيء واظن ان الاعتراض ده مشروع جدا. انت كاسوريو مدرب نادي الزمالك عارف المشاكل اللي فيها نادي الزمالك وانت بنفسك بتطلع تتكلم عنها. انت كاسوريو عارف ان جوده اللعيبه اللي في نادي الزمالك مش هي احسن حاجه، وانت برضو اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره وكلمت ان انت محتاج اكتر من صفقه. فكل اللي انا محتاجه منك دلوقتي انا كجمهور ان انت تعدي معايا المرحله دي باقل الخسائر، ما تعديهاش معايا ورغم المشاكل اللي انا فيها، وان انا كمان كل شويه الاقي نفسي بخرج من بطوله مهمه او بخسر بطوله سهله. واي حد له وجهه نظر ثانيه انا ما عنديش اي مشكله، بس حضرتك روح راجع ماتش الترا سولار شوف اللي حصل فيه ايه، وراجع ماتش بيراميدز رغم انه سكواد احسن من الترا سولار مليون مره، لما لعبت قدامه على قد امكانياتك قدرت ان انت كنت هتفوز بالمباراه. الترا سولار انت خسرت منه 2-0. زي ما انت موجود وبتقول ان انت تتحمل معايا المشاكل دي، انا عايز اشوف ده. انت كاسوريو ما تزودش مشاكلي وتقعد تعاند ان انت عايز تلعب بطريقه لعب معينه واقعد انا اخسر. انا كده ما كسبتش من وجودك ومن بقائك اي حاجه. اسوريو لو كمل بالشكل اللي لعب بيه قدام نادي بيراميدز وانه لعب على قد امكانيات لاعيبته ولعب بعقلانيه هيقدر والله يحقق نتائج كويسه بنادي الزمالك. اتمنى ان تكون وجهه نظري وصلت.